من 23 سبتمبر من نهار الاول هذه المدينه يعني صمدت وقاومت وصبرت. صبرنا على الكذب وصبرنا على التزييف وبحثنا على ذريتنا بمفردنا. جمعيه البحار والمواطنين هم الناس اللي كشفوا الحقائق وفقنا بجريمه اولى اللي هي الدفن خارج اطار القانون، الدفن خارج دون فحص جيني، الدفن دون تشريح، الدفن دون اعلام العائلات، وتاكدنا ان هناك جريمه. وانا اشك بقوه ان ذريتنا لم يموتوا غرقا، هناك جريمه تم ارتكابها في عرض البحر. بدا بحث قضائي تعطل وصرت ماطله فيه، الان هناك استئناف للبحث. نرجو انه ما يكونش البحث هذا زي البحث اللي قبله. احنا مواصلين بنفس العزيمه، بعزيمه 18 اكتوبر، بعزيمه 4 نوفمبر، بعزيمه مسيره جربه، رغم انه وقع قمعنا صبرنا وقاومنا وما زلنا مقاومين. اليوم المكتب التنفيذي الجهوي بمدنين الاتحاد عنده اجتماع في هذه اللحظه، اما ان يقفوا معنا ولو لمره واحده، واذا لم يقفوا معنا نحن سنقف مع انفسنا. نداء لبناء زرزيس واولاد زرزيس، انتم هم الفيصل، انتم هم اللي عندكم الحل والربط. الحل والربط عند الشارع هذا هو اللي وصلنا، لانه 60 يوم صابرين وصامدين رغم كل محاولات التزييف والكذب والقمع. وحاجه اخرى، نداء للناس اللي تم ايقافها واعتقالها والناس اللي تم توجيه الغاز لديارها ومكاتبها باش يقدموا شكايه بمن اعتدى على الناس هذه، لانه كرامتنا مش محل مساومه. المدينه هذه لن تصمت ولن تخسر المعركه، ومواصلين تو ماشيين في مسيره في اتجاه ساحه المعتمديه. غدا اذا جماعه معانا وقفوا مره واحده نحو ضرب العام، ماشيين نحو ضرب العام. اذا من مرة أخرى أثبتوا أن احنا جريس مدينة تقاوم وحدها، سنواصل هذه المعركة وحدنا مهما كانت التكلفة، لأن مطلبنا واضح: الحقيقة والعدالة لشهيدات وشهداء مفقودي ومفقودات الكرامة. ما كلفنا ذلك ما كلفنا.